أعزائي مشاهدي ومتابعيني، أهلا بيكم. النهاردة أنا صحيت من النوم وكالعادة بفتح على السوشيال ميديا وبشوف أخبار الدنيا. لقيت سيدة فاضلة طالعة بتقول إن المدارس الإعدادي بيكون فيها بالذات المدارس المشتركة بيكون فيها الأطفال بيتجوزوا عرفي. هي قالت بالتحديد كده إن ولد وبنت في مدرسة مشتركة في سنة أولى إعدادي، يعني لسه أطفال، قطعوا ورقة من الكراسة وكتبوا فيها إن هم بيتعاهد الولد إن تكون مراته، ورقة كده وكتبوها، وبعد كده اتعاملوا ومارسوا مع بعض وكانوا على علاقة ببعض. وبعد كده بقى النصيبة السوداء ان هي قالت ان ده بيحصل كتير جدا في مدارس كتير وبالذات في المدارس المشتركة. في الحقيقة انا في البداية انا توقعت ان هي مدرسة مشرفة، يعني حد في التربية والتعليم. ففوجئت، حتى بصراحة عملت سيرش كده لغاية لما عرفت ان هم كمان استضافوها في قناة اجنبية. وبعد كده للأسف الشديد اكتشفت ان جايبة الكلام ده. تخيلوا منين المفاجأة هنا؟ ان الكلام ده جابته ابنها قال لها. هي جاية بتقول ده انا ابني قال لي. ازاي نطلع اشاعات مجرد ما اطفال بيلعبوا مع بعض وبيحكوا مع بعض حكايات، وبعد كده نطلع اشاعات ونطلع ولادنا ان هم ايه ده؟ ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ انا شايف ان المفروض اللي بيعمل اشاعات بالشكل ده لازم يتجازى، ويتجازى يعني يكون عبرة لكل اللي من روج اشاعات، لان الموضوع خطير جدا. احنا اولادنا مش كده. احنا مصر يا شباب، احنا مصر ما فيهاش الاخلاقيات دي. لا، مصر معروف عنها القيم والتربية والدين والاخلاق، ما يحصلش فيها كده. والله حضراتكم شايفين ايه؟ ازاي كل واحد يسمع حكاية وعايز يعمل ترند فيطلع يقول كلمتين. لو سمحتوا لازم نحد من الاشاعات. ما ينفعش نوصل لهذا المستوى والناس تتفرج علينا وتقول ان الاطفال بيتجوزوا بعض وورق عرفي وحاجات بالشكل ده. فمن فضلكم لازم نتحرى، ولازم علشان نطلع ونقول معلومة لازم نكون متأكدين منها. ما ينفعش انا لو عندي ابن طفل يجي يحكي لي حاجة على زمايله اطلع على السوشيال ميديا واعمم واقول كل الاطفال كده. مفيش كده يا جماعة، مفيش كده. ما احنا اولادنا في مدارس. ولا حضراتكم شايفين ايه؟ ارجوكم نتحرى الدقة في اي حاجة نقولها، لان احنا مسؤولين عنها. وبعدين دلوقتي احنا بقينا مفتوحين على العالم كله، فمن فضلكم نتحرى الدقة. اشكركم شكرا جزيلا، والى اللقاء. تحياتي، اشرف شندي.